صلوا على النبي كده يا حبايب قلبي، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهاردة يا جماعة هعرفكم على أغرب كوبري أنا شفته في حياتي. بس الكوبري ده أبو آلاء عارفه، وهي 10 سنين طويلة معاه، لأنه كان بيجي في الجيش في البلد دي. البلد دي يا متغمر جماعة اسمها متغمر. الكوبري ده يا جماعة فوق بصوا، النيل. الحتة معمول فوق النيل. هو طويل، الكوبري طويل، بس زي ما حضراتكم شايفين هو بياخد عربية واحدة بس. الناحية التانية دي يا دوب على قد عجلة موتوسيكل، حد ماشي برجليه بس. ازاي بقى يا جماعة؟ يعني العربيات دي رايحة، العربيات اللي جاية بقى واقفة، على ما دي تعدي منتظر شوية التانية بقى تمشي، يعني في انتظار. زي إشارة المرور كده. اه، زي اشارة المرور كده يا جماعة، يعني ايه؟ اللي رايح ايه ماشي، واللي جاي يقف شوية، دلوقتي هتشوف. الكوبري ده بقى يا حبايبي شايفين كله حديد في حديد، ملوش رجول تشيله ولا صبة ولا حاجة. معمول بقى على عوامات، العوامات هي اللي شايلاه، كل ده حديد يا جماعة. يعني ما كانوش عارفين يوسعوه شوية. ياخد العربيات يعني كده راحة جاية كده قصاد بعض، لا. يعني بصراحة البلد دي مظلومة في حكاية الكوبري ده، والسواقين مظلومين أكتر وأكتر. يعني لو واحدة تعبانة، واحدة بتولد، ممكن تولد في العربية. اه والله بجد. يا دوب على قد القطر وقد العربية. السكة التانية دي بقى يا جماعة سكة قطر، يا دوب على قد سكة القطر، وسكة عربية واحدة بس ما تاخدش عربية. اتجاه شايفين واحد بقى يا بس. جماعة ده النيل اهو، ده البحر، بسم الله ما شاء الله. دلوقتي يا جماعة انتوا هتشوفوا العربيات وهي واقفة. الكوبري يا جماعة كبير قوي، انا ما سكة شفتش قطر. بصراحة كده. دي سكة قطر اهي يا حبايبي، وكل ده بحر اهو، البحر تحت، والعوامات بقى واخدة هي اللي شايلة شايلة الكوبري. الكوبري. شايفين الحديد اللي فوق؟ الحديد اللي فوق ده والحديد اللي في الجناب. ده بصراحة انا اغرب كوبري شفته في حياتي. ابو قال لي صوريه بقى ونزليه، هو ده في ناس كتير مش عارفاه. فبصراحة ده معمول من سنين طويلة، من أيام زمان، بيقول لك الإنجليز هم اللي كانوا عاملينه. فبصراحة البلد دي مظلومة. شوفوا العربيات واقفة ازاي يا جماعة. اهي دي بقى اللي جاية، اللي رايح يستنى شوية، واللي جاي برضو يستنى شوية في انتظار. شوفوا العربيات واقفة صف ازاي. اهي أكتر من نص ساعة. يعني اكتر، لا اكتر، احنا وقفنا حوالي نص ساعة. تعالوا بقى يا حبايب قلبي كده نروح. عن انا كنت بقى رايحة فين؟ رايحة أشوف حبيبة قلب أم عبده، كانت بتعمل عملية، عايزة كل التعليقات تدعي لأم عبده، ربنا يشفاها ويعافيها. أما اللي كانت معايا دي بقى مين يا جماعة؟ أم كريم صاحبتي وحبيبة قلبي. همسات الربيع، أصحاب الصفحات، أصحابي كلهم عارفينها. صاحبتي وحبيبة قلبي وأختي، وبقالنا أكتر من سنتين مع بعض، ولسه أول مرة نشوف بعض ونقابل بعض. كانت كل ما تكلمني تقول لي بعد الشر بعد الشر، انا خايفه اموت من غير ما اشوفك. فانا كنت نفسي اشوفها بجد، وكميه الفرحه اللي انا شفتها في عينيها، يمكن انتوا شايفين دلوقتي هي قد ايه فرحانه ومبسوطه بيا. وانا كمان كنت فرحانه جدا معاها والله، وكان احسن يوم قضيته مع ام كريم، وقضيته مع اخوات ام عبده. عزيزة حبيبة قلب القمر، ومرفت القمر حبايب قلبي واخواتي برضو، وطنط مامة ام عبده حتة سكرة، واخوات ام عبده كلهم. احترام ومقابلة حلوة والواجب كله، وكلهم ناس محترمين وناس ذوق، وناس زي العسل والله العظيم. وام كريم حبيبة قلبي بقى كانت فرحانة بيا قوي يا جماعة، وانا كمان والله كنت فرحانة بهم كلهم. وانا بجد على قد ما تعبت في السفر انا وابو الاء، بس انا فرحانة مبسوطة مبسوطة معاهم. اه والله العظيم، وكلنا ندعي لام عبده يا جماعة ربنا يشفاها ويعافيها. هي عملت العملية بس طبعا تعبانة جدا، تعبانة برضو لسه يا جماعة. وادعوا كده نتيجة التحليل بتاعتها تطلع كويسة، ما يطلعش فيها أي حاجة وحشة. وحبيبة قلب أم كريم برضو على فكرة مريضة كانسر يا جماعة. عايزة كل التعليقات تدعي لأم كريم برضو بالشفاء العاجل، وربنا يفرح قلبها بابنها يا رب كده، وتفرحوا كلكم بولادكم يا حبايب قلبي. لفتت نظري بس حكاية الكوبري دي غريبة قوي قوي. على فكرة ده فيديو أم كريم خدته عندها، بس أنا قلت أجيب لقطة كده وأعرفكم مين هي همسات الربيع
حبيبة قلبي أختي وحبيبتي أم كريم. كانت الفرحة في عينها يا جماعة بصراحة، يعني أنا كنت حاسة بها والله، حاسة بيكي يا حبيبة قلبي وبالفرحة اللي انت كنت فرحانة مبسوطة بيا وفرحانة بيا، وأنا كمان كنت فرحانة اللي أنا في وسطهم. وحطيتوا اللايك بقى يا حبايب قلبي ولا لسه؟ ما تنسوش اللايك يا حلو، اللايك ثم اللايك.